السلام عليكم. 7 شهور كاملين انا في اختفاء تام من اليوتيوب، ولكن النهارده انا قررت ارجع، مش بس علشان الفيديو ده مهم، لا كمان علشان الفترة اللي احنا فيها دي فترة مهمة، فترة ثانوية عامة اللي هي فترة رمضان، وكمان بعدها فترة المراجعة، ان هي دول اهم فترتين في ثانوية عامة كلها. تمام. في الفيديو ده احنا هنتكلم عن 4 نصائح مهمين جدا لو رجع بيا الزمن في رمضان كنت هعملهم، 4 اخطاء ابعد عنهم تماما واوعى تعملهم. كمان هديك الجدول اللي انت تقدر تمشي عليه خلال فترة رمضان بإذن الله، وشوية حاجات كده انا وانت هنقولهم في الفيديو ده. ورجعت لك مش بس بالقلم، لا انا رجعت بالقلم وبدماغي وبالكشكول عشان ما انساش اي حاجة. فقبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل اللايك والاشتراك، عشان زي ما قلت لك الفيديو ده مهم، والفترة اللي جاية كمان هتكون مهمة، فتكون انت متابع معايا اول باول بإذن الله. اول حاجة هتكلم فيها معاك وهي اكتر الاخطاء اللي الناس بتقع فيها، فانت بتتابعني مش عايزاك تقع في الاخطاء دي. تمام. اول حاجة هي النوم من اول الفجر لحد العصر، يعني الفترة دي اصلا انت مفروض ان انت لسه واكل، يعني انت لسه متسحر، فانت عندك طاقة. طب الطاقة دي اخرجها في النوم ولا المفروض ان انا اخرجها في المذاكرة؟ هسيب الاجابة ليك انت. 2، الفطار التقيل. انا مش عايزاك تاكل كتير، عشان انت لما تاكل كتير هتقعد بعد الفطار مش هتعمل اي حاجه، والفتره بعد الفطار دي انا محتاجاها انا وانت عشان هنشتغل فيها وهنعمل فيها حاجه مهمه. هقول لك بقى الحاجات دي واحنا بنتكلم عن الجدول. تمام. رقم 3، وهي ان انت وقت المغرب بتضيعه على الموبايل. لا، احنا عايزين نستغل فتره المغرب دي اللي هي الساعه اللي قبل المغرب او النص ساعه، عشان احنا هنشتغل وهنعمل حاجه مهمه وهنذاكر حاجه كويسه خلال الفترة دي. رقم 4، وان انت اصلا بتصحى من النوم مش حاطط خطة ليومك. يلا انا صحيت، انا اكلت، انا شربت، خلاص الموضوع انتهى على كده، ورحت الدروس وانا اصلا مش حاطط خطة ليومي. ولكن انا عايزاك تحط الخطة بتاعتك من قبل ما تنام. تمام. دول اكتر 4 اخطاء كل الناس تقريبا بتقع فيهم، وانا كشيماء وقعت فيهم على فكرة. طيب تعالى بقى نتكلم على النصايح. نصايح مهمة جدا، 4 برضو نصايح مهمة عاوزاك ان انت تكون عارفهم. اول حاجة زي ما قلت لك، محتاجة منك ان انت تعمل لي جدول ثابت او هدف ليومك. انا قبل ما انام هكتب والله ان انا بكرة هصحى اعمل 1 2 3، واعرض لك فيديو دلوقتي عن ازاي تقدر تعمل حاجة ده، تفصل العبادات بتاعتك عن كمان المذاكرة بتاعتك. تمام. طيب 2، تقلل لي سوشيال ميديا وتقلل لي موبايل. اعتبر ان فتره رمضان اللي هم 30 يوم تحدي بينك وبين نفسك ان انت تقلل سوشيال ميديا على قد ما تقدر، لان ده هيفيدنا جدا خلال فتره المراجعه النهائيه، بحيث انه انا ما بقاش الفتره دي كل تركيزي او تفكيري ان انا ازاي اقدر ابطل السوشيال ميديا، لا انا اصلا مبطلها. طيب الفترة دي كمان ان انت لازم تستغل فترة شهر رمضان ان انا الم جزء كبير من المتراكم عليا. هنحدد وقت معين في اليوم، كل يوم لازم يعني الم جزء من المتراكم. بص، هو الجزء المتراكم ده مش شرط يكون درس، ده ممكن يكون صفحتين 2 عادي جدا. يعني ان تأتي متأخرا خير من ان لا تأتي، المهم ان انت تكون لميت حاجة من المتراكم عليك وخلاص. طيب رقم 4، ونصيحة مهمة جدا، ان انت برضو تحط الدروس بتاعتك قبل الفطار، بلاش بعد الفطار، علشان الفترة دي احنا محتاجينها ان احنا نذاكر فيها، مش ان احنا نروح فيها دروس. ودلوقتي هنتكلم مع بعض عن الجدول. تمام. عايزك بقى تركز معايا. بص، يعني انا جايبه ورقه وقلم صح؟ يبقى انت المفروض كمان تجيب ورقه وقلم وتقعد تكتب ورا الحاجات اللي انا هقولها لك في الجدول، عشان تطلعه زي ما انا بقول لك بالظبط. ما تقوليش بكره هعمله، لا انت هتنسى وهتكسل وهتقول مش عارف ايه ومش هتعمل الجدول ده، فانا عايزاك تمشي عليه. فاتفضل جيب الورقه والقلم واكتب معايا. تمام. طيب في ناس لما بتبدا الفيديو ده بتبدا تتكلم على الجدول من اول المغرب وهنفطر وهكذا. تمام. انا مش هبدا من كده، انا هبدا من اول اليوم الطبيعي بتاعنا خالص. تمام. بص، هو الفجر بيأذن على الساعه 5. تمام. فانا محتاجه منك ان انت تصحى قبل الفجر بساعه. طيب الساعه دي احنا هنعمل فيها، احنا هنقسمها نصين. النص الاول احنا هنصحى فيه وكمان هنسحر فيه. تمام، براحتك خالص. النص التاني احنا محتاجينه علشان هنقرأ فيه الورد بتاعنا من القرآن. انا مش عايزاك تقلل عن جزء، بس ممكن تزود براحتك. تمام. بس يعني في الفترة دي اقرأ لي جزء من القرآن. تمام. فده اول تارجت عندك في اليوم، ان انا هقرأ القرآن، لان ده هيساعدني خلال اليوم ان هو اصلا بيديني بركة في اليوم كمان. تمام. طيب الساعة الأولى من الفجر خلصت، خلاص أنا رحت صليت الفجر
وبعد ما صليت خلاص هبدأ بقى على طول. اول نصيحة في الجزء ده هديها لك وهي مهمة جدا، ان انت تبدأ بالمادة الاكثر صعوبة، المادة اللي انت بتنساها، المادة التقيلة، المادة اللي انت عندك فيها واجبات كتير او حاجات كتير انت مش فاهمها قوي. تمام؟ فنبدأ في الفترة دي كل يوم في رمضان بنفس النظام ده. في الفترة دي نبدأ بالمادة التقيلة عندنا. تمام كده؟ طيب احنا بقى هنعمل ايه؟ اول حاجة احنا بنسمع شرح للفيديو، وكمان بعد كده بنبدأ نذاكر الدرس بتاعنا، ثم بعد كده بنبدأ نجيب الكتاب الأول نحل مثلا الكتاب كله على الدرس ده، نجيب الكتاب التاني والفيديو دلوقتي قدامك. تمام؟ انت شايف انا بكتب ايه؟ تمام كده؟ طيب بعد كده هتاخد مثلا 20 سؤال من كتاب تاني، او تفرض انا خلاص مش قادر احل حاجه تاني، خلاص ما تحلش من كتاب تاني، يكتفي بالكتاب الاول او بالواجب اللي المستر مديهولك. تمام؟ بعد كده بقى انت عندك مثلا درس او عندك اي حاجه ممكن تنزلها عادي وتروح درسك وكل حاجه. تمام؟ هنقول مثلا ان كل ده خد منك لحد العصر. تمام كده؟ طيب من اول العصر انت صليت العصر والدنيا تمام، فانا عندي من العصر لحد المغرب الفتره دي مهمه جدا. طب احنا هنعمل بقى فيها ايه؟ مش هنضيعها، امال هنعمل فيها ايه؟ هنركز كويس جدا ان احنا هنذاكر الماده التانيه. الماده التانيه اللي احنا المفروض نذاكرها، انا كده خلاص هبقى بدات ان انا افصل شويه من الدروس، من المذاكره اللي انا ذاكرتها في الاول والحاجات دي. فانا هاخد ماده سهله كده زي مثلا الانجليش، زي مثلا هاخد عندي مثلا درس في الادب فهقعد احفظ الدرس ده، او عندي قراءه، او عندي نصوص، او عندي نحو، ماده سهله زي كده. او مثلا انا اخدت جزء بسيط في الاحياء من درس معين، فشايف ان خلال مثلا ساعتين ممكن الم الدرس ده واخلصه. فانت هتبقى ممتاز جدا لو عملت كده في الفتره دي، استغلها في الحاجات اللي انا بقولك عليها دي. طيب ممكن مثلا يبقى عندي نص ساعه كده قبل المغرب خلاص خلصت فيها، الفتره دي ما تمسكليش الموبايل، لا، الفترة دي يعني يا اما انت مثلا هتقول فيها اذكار مثلا. تمام؟ او انت هتقرا فيها بقيه الورد بتاع القران بتاعك اللي انت ما قراتهوش الصبح، يعني الفتره بتاعت الصبح ما كملتش ان انت تخلص الجزء بتاعك او الجزء ونص اللي انت هتقراه، خلاص اقراه في الفتره دي. طيب انا خلاص ما عنديش اي حاجه وكنت مخلص اصلا الورد والدنيا تمام، لا يبقى خلاص خد ال 30 دقيقه او النص ساعه او الساعه اللي قبل المغرب دي خدها فري خلاص، والدنيا هتبقى بالنسبه لك تمام. طيب صلي بقى على سيدنا محمد. تمام؟ ركز معايا كويس جدا، لان الفتره من المغرب لحد العشاء مهمه جدا، والناس بتاكل تمام وبعد كده بتقعد مش بنعمل اي حاجه. انا مش محتاجه، مش عايزه منك تعمل كده خالص، طالما انت بتتابعني يبقى مش عايزاك تعمل كده. احنا عايزين نستغل فترة رمضان تمام في حاجة مهمة جدا، وهي ان احنا هنحط من ضمن اهدافنا ان احنا نتعلم ازاي بقى نحل قطع قراءة، ازاي نحل قطع نصوص، ازاي نحل قطع بالانجلش، ازاي نحل ترجمة. كل الحاجات دي مهمة جدا. فاحنا الفترة دي هنعمل ايه؟ هنصلي المغرب عادي، وبعد كده هنبدأ ان احنا نفطر، بس فطار يعني مش هنتقل في الفطار، او ممكن نقسم الفطار بتاعنا على مرتين. تمام؟ ودي نصيحة انا قلتها لك. طيب بعد كده ممكن هقولك ان انا خلاص مش متبقي عندي خالص من الفترة دي غير 15 دقيقة بس. تمام؟ حلوين جمال، احنا عاجبيننا، بلاش نضيعهم. احنا في ال 15 دقيقة او في ال 30 دقيقة الباقيين بس على ان العشاء هتأذن، احنا هنبدأ على طول نحل قطعة القراءة، نحل قطعة النصوص، الحاجات دي. تمام؟ فبحيث ان انا اول لما اخرج من رمضان نكون حلينا مثلا، بص اقل حاجة خالص اتليست احنا حلينا 30 قطعة. تمام؟ اقل حاجة خالص اهو. تمام؟ انت اكيد ممكن هتزود، وانا عارفة ان انت هتزود، وكمان هتزود الفترة بتاعتك دي. طيب بعد كده انا خلاص العشاء اذنت وانا صليتها وصليت التراويح والدنيا تمام. هنقول مثلا ان الساعه دلوقتي بقت 8:30 مثلا او بقت 9. تمام؟ انا بس كل اللي محتاجاه منك يعني ساعتين زياده كمان او ساعه واحده زياده، على حسب انت بقى ايه يعني الدنيا معاك وانت لسه فايق وصاحي ولا لا. طيب الساعه دي احنا هنستغل او هناخد منها حاجه مهمه، وهي ان احنا هنلم فيها جزء المتراكم. الجزء ده انا مش هقولك ان احنا هناخد درس كامل، لا، احنا ممكن مثلا هناخد اقل حاجه خالص يعني صفحتين 3 صفحات بس، زي ما احنا بنقول يعني ان تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي. ماشي؟ فاحنا يعني هنلم كده يعني مثلا حاجات احنا كنا واقعين فيها، حاجه مثلا انا ما اكدتش عليها قوي قبل كده، فتعالي بقى ما اكد عليكي في الساعه دي. تمام؟
بعد كده خلاص انا مش محتاجه منك اي حاجه، روح بقى نام. تمام؟ عشان نصحى ان شاء الله باذن الله نكمل الحاجات بتاعتنا. بص، هو انت ممكن تنام كده في نص اليوم، يعني ممكن نص ساعه ساعه كده في نص اليوم، لان احنا ممكن نفصل او كده، بس ما تزودش عن كده. وتبدا لي على طول في الماده التانيه، زي ما قلت لك ان احنا قاسمين اليوم بتاعنا ايه، نصين، مش عايزاك تزود عن كده. طيب، لو انت وصلت معايا لحد الدقيقه دي فانت يعني برافو عليك جدا. عايزاك كل الحاجات اللي انا قلتها لك في الفيديو ده ان انت تطبقها. وعايزه اقول حاجه صغيره جدا، عذرا على كل الاصوات اللي طلعت في الفيديو، بس يعني الناس اللي عندها طفل صغير في البيت عارفه قد ايه ان هو ما بيسكتش. تمام؟ خصوصا بقى بودي ده ما بيسكتش خالص، فعذرا على الاصوات اللي موجوده. وان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي احاول يكون المكان اهدى من كده بشويه يعني.